السلام عليكم أصدقائي. قبل الخوض في تفاصيل الفيديو، أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في ظل استعدادات المنتخب اليمني الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية والتي ستنطلق في بداية شهر سبتمبر القادم، والتي وقع منتخب اليمن الأولمبي إلى جانب منتخبات فيتنام وسنغافورة وبنغلاديش، تم الإعلان عن قائمة منتخب اليمن الأولمبي، وذلك لخوض معسكر داخلي في مدينة مارب. ولكن تلك القائمة من اللاعبين جعلت الكثير من الجماهير اليمنية تتساءل لما لم يتم استدعاء لاعبين مهاريين ممن قدموا المستوى الكبير مع المنتخبات اليمنية للفئات السنية. وأولئك اللاعبين هم عادل عباس وزيد الجراش ومحمد وهيب وعصام ردمان وعبد الرحمن الخضر وأحمد الحاج وسعيد العولقي وهيثم السلامي وعبد الله الدقين ووضاح أنور، حيث يتم التوضيح أن منتخب اليمن للشباب لديه استحقاق قادم، وذلك لخوض بطولة كأس الخليج للشباب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسيتم استدعاء هؤلاء اللاعبين بالإضافة إلى استدعاء لاعبون جدد لخوض معسكر داخلي، والوقوف بعدها على التشكيلة النهائية التي ستمثل منتخب اليمن للشباب في بطولة كأس الخليج للشباب، حيث وقع منتخب اليمن للشباب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات السعودية والمنتخب العراقي والمنتخب العماني. هذا ما لزم التوضيح فيه، وأشكركم على المشاهدة، وبالتوفيق للمنتخبات اليمنية في الاستحقاقات القادمة.